المدعو علي عراس هو من قام بإدخال تلك الأسلحة إلى المغرب لكونه كان المسؤول عن تسليح حركة المجاهدين في المغرب. انتمى علي عراس إلى حركة المجاهدين في 1981، والتقيت به مرات عديدة، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في المغرب. التقيت به في المغرب مرات. عراس هو اللي أولا دخل السلاح الأول اللي توجد في بركان في 2003، هو اللي دخلوا ليا، وكان فيه كلاشين وجوج مسدسات بالذخيرة ديالهم. ثانيا السلاح اللي توجد في طنجة، مسدسين صغار. وكذلك السلاح اللي توجد لما ألقي القبض علينا. الفيديو ديال التعذيب انه كاذب، والله العظيم الا كاذب، الى انني كنتفاجئ بواحد الصدمه اللي كبيره كنتفاجئ بها انا، وهو انه لقيت راسي مشارك في واحد المؤامره كبيره اللي انا ما عندي فيها لا ناقه ولا جمل، وانني حطني فيها ومشاركني فيها باش والتعذيب اللي فيه هذاك ماشي تعذيب، والله اشهد الله لما تعذيب. قاموا بعمل جليل أن نميك عليه أو تاريخياتي خلت التاريخ نعرف قمزروي أيوزك النمارة